ما الحكم وما النصيحة للذي يجلس في دروسكم ويجلس في دروس الحزبيين كما في مسجد الفاروق؟ هل أبتعد عنه؟ وهو شخص، يعني أنت تخيل مثلا شخصا يأكل لحما طيبا ثم يأكل قطعة من لحم الخنزير، يشرب عصير برتقال ويتبعه بكأس خمر. ما هذا الذي تفعله؟ إما أن تبقى في الطيبات، وإما أن تكون بعيدا عن أهل الطيبات. فلا يجوز إطلاقا أن تحضر لشخص من أهل السنة وتحضر لشخص من أهل البدع وتقول أسمع من هذا وأسمع من ذاك وأنا أوازن. توازن ماذا؟ أنت الآن تبتلع الفيروس، أنت الآن تبتلع الطعم، تأخذ كلاما طيبا وتضع عليه كلاما سيئا، وهنا عسل وهنا سم، تخلط السم بالعسل ستسمم لا شك. فلا يجوز الحضور للحزبيين أبدا، ولا يجوز الحضور للمبتدع، ولا يجوز سماع المبتدع نهائيا، والاستماع إليه يلوث العقل والذهن ويغير الأسلوب، فلا يسمع له. أما المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته وعنده علم ليس من علوم الحاجة وإنه من علوم الآلة وأنت في حاجة إليه ولا يوجد غيره، فلا بأس. يعني واحد يدرس تجويد، هو مبتدع لكن لا يدعو إلى بدعته ولا يلمح إليها، ويدرس فقط التجويد القرآن، وأنت لا تجد غيره، فإنه يجوز أن تذهب إليه. أما أن تدرس عنده عقيدة لا، حتى لو لم يكن داعيا إلى بدعته، أو تدرس عنده فقها لا، حتى لو لم يكن داعيا إلى بدعته.